السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا، جمهور قناة افتكاسات البيت المصري. بنوعدكم طبعا دايما بمراجعات للأجهزة المنزلية والمنتجات اللي بنستخدمها في البيت بشكل دائم إن شاء الله في القناة. ومش بس كده، كمان احنا القناة بنقدم وصفات وحاجات كل ما يخص البيت، يعني من منتجات وأجهزة ووصفات. كنت نزلت فيديو عن السماعة الجميلة دي اللي هي أورايمو من سنتين تقريبا، بالظبط من 561 يوم. متخيلين؟ يعني أنا بستخدم السماعة دي بقالي بالظبط سنتين. طيب إيه بقى بعد سنتين؟ إيه الأخبار؟ السماعة بتأدي كويس؟ السماعة شغالة ولا باظت؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. السماعة يا جماعة ما زالت شغالة وتعمل بشكل جيد. يعني بصوا، ما شاء الله اهي الشارجر بيبين لك ان هي ايه، مشحونة، يعني الثلاث نقاط دول. وهنا دي لما بتقفل وتفتح بتنور السماعات بالنور الاخضر والاحمر ده، ان هي في استعداد وضع الاقتران بالموبايل. يعني إن السماعة هنا جاهزة ان هي تقترن بالموبايل. مش عارف واضحة مع حضراتكم ولا لا؟ ما زالت تعمل بشكل جيد. ولكن ايه بقى؟ ولكن طبعا إيه، انا بكلمكم يعني تجربة مستخدم بعد سنتين. يعني أنا استخدمتها سنتين تقريبا، سنتين الا حاجة بسيطة. وكنت بستخدمها بصراحة كنت هلكها. يعني مفيش فيديو، مفيش حاجة تعليمية كنت بتفرج عليها. كل الفيديوهات التعليمية كنت بتفرج عليها كنت بستخدم فيها السماعة دي. بره البيت، جوه البيت، كله كنت بستخدم فيها السماعه دي. وفي وقت من الاوقات كنت بستخدمها از مايك لصناعه المحتوى. يعني هي برضو المايك بتاعها ممتاز، وفي عزل. فيها اربع مايكات السماعه دي، وفيها عزل وفيها تقنيه حلوه جدا في العزل. طيب ايه القصه بقى؟ عايزين نعرف هل تستاهل الفلوس؟ اه طبعا تستاهل الفلوس. انا بقالي بقول لك سنتين بستخدمها وما زالت شغاله. بس وكلمه ولكن دي كنت اقصد بيها ايه؟ ان السماعه اليمين شغاله كويس جدا. السماعه الشمال بدات تضعف، يعني بدات تضعف، والشحن بتاعها ما بيقعدش، ما بيكملش ربع ساعه، نص ساعه وتفصل واضطر احطها. انما دي ممكن تقعد معايا شغل ساعتين مثلا او ساعه، ساعه متواصل او ساعه ونص. ما فيهاش مشكله خالص اللي هي اليمين. انما السماعه الشمال دي بدات ان هي تضعف، اللي هي دي السماعة اللي هنا دي بدأت تضعف خالص وما بتأديش الأداء بتاعها. هي ما زالت شغالة ولكن بدأت تضعف. ده بس التعليق الوحيد. وطبعا كتر ألف خيرها، بقى لها سنتين شغل متواصل يوميا. تستاهل فلوسها. اه يا جماعة تستاهل فلوسها. أورايمو أكيد نزلت إصدارات أحدث من ده بكتير. ارجعوا للفيديو الاولاني وشوفوا الاصدار، وانا كنت بفتح العلبه بعمل انبوكس للسماعه في الفيديو الاولاني. لو عايزين تعرفوا ايه الموديل بتاعها، هو مش فاكره طبعا، مش متذكره لان الكلام ده كان من سنتين. بس الفيديو موجود، هتلاقوه في هعمل للفيديو ده كونكت مع الفيديو التاني. المهم يعني اشتروا الاورايمو. اورايمو ماركه ممتازه وتستاهل ان انت تشتريها طبعا. وتستاهل الفلوس اللي اتدفعت فيها طبعا. بس ده كان ريفيو كده بسيط، حبيت انقل لكم تجربة المستخدم بعد سنتين. ومتابعين معاكم في القناة، ما تنسوش تدعمونا طبعا عشان نستمر في نشر المحتوى، لان المحتوى بياخد مننا وقت ومجهود. وطبعا انتوا عارفين ان الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نكمل تشجيعكم، وان يكون ان احنا بنوصل لكم معلومة مفيدة مش اكتر. يعني الموضوع هو حب ان احنا نعمل فيديوهات وننشر محتوى. مفيش لسه يعني العائد او المردود من الفيديوهات لسه مفيش اصلا. احنا بقالنا 3 4 سنين شغالين في القناة، بس شغالين ومستمرين عشان احنا بنحب اصلا نصنع المحتوى. فيا ريت ما تبخلوش علينا بان انتوا تدعمونا وتخلونا نستمر في صناعة المحتوى. الكلمة الحلوة بتشجع وبتخلي الانسان يقدم ما عنده ويفيد الناس بمعلومة لعل وعسى تكون
يعني فيما بعد يعني رحيله من الدنيا تكون قدمنا ليكم حاجة أو معلومة فادتكم، ودي حاجة كبيرة جدا، علم ينتفع به إن شاء الله يعني. أشكركم جدا وأشوفكم على خير في فيديوهات أخرى بإذن الله.